السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عسلية صباحك فل وورد مساءك. معاك اخوك في الله السعداوي بشرح كتب بالتفصيل اللي مش ممل. رحنا قبل كده كتاب العادات الذرية اللي في رأيي وفي رأي ناس كتير جدا من افضل انه ما كانش افضل الكتب اللي بتعلمك ازاي تعمل عادة، والكتاب بياخدك من مرحلة الصفر لمرحلة تكون العادة وبيعلمك الاستمرارية. مش هطول عليك وهسيب لك الرابط تحت. والنهارده مكملين في كتاب الخروج عن النص للطبيب النفسي والمدرس الجامعي الدكتور محمد طه، واتكلمنا قبل كده عن موضوعين مهمين جدا وانصحك تشوفهم، هسيب لك الرابط تحت برضه وفي اخر الفيديو. والنهارده هنتكلم عن احتياج نفسي مهم جدا وضروري عند اي شخص، الا وهو الاحتياج للشوفان والتقدير. وقبل ما نبدا الحلقه صلي على النبي وما تنساش سوره الكهف نور بين الجمعتين. حلقه جديده مهمه، تابع معايا. رمضان 2014 اعلان الاسامي بتاع كوكاكولا تقريبا كان اكتر اعلان ناجح وانتشر بين المصريين. طبعا مش محتاج اقول لك قطع كوكاكولا عشان هي شركه من ضمن الشركات الخنزيريه اللي بتدعم الخنازير على اخواتنا وتمدهم بسلاح عشان يموتوا فيهم ويقتلوا فيهم. وكونك مش مقاطع الشركات دي فانت بتساعدهم انهم يقتلوا اخواتنا ويغتصبوا ارضهم. الشركه دي كتبت الاف بل ملايين الاسامي العشوائيه على الازايز. طب حد عارف ليه الفكره دي حققت كل النجاح ده؟ اقول لك عسليه. في احتياج عام عند البشر اسمه الحاجه للشوفان، يعني انك تحس من اللي حواليك انك متشاف وانك موجود وانك مهم ووجودك ليه معنى وتأثير عند الاخرين. وكلنا مولودين بالاحتياج ده، والاحتياج ده فطري وطبيعي وبنبدأ نسعى وراه ونحاول نشبعه في سنوات عمرنا الاولى. يعني تلاقي طفلة صغيرة تلبس فستان جديد وتروح لمامتها وتقول لها ماما ماما شفت انا حلوه ازاي؟ هي في الحقيقه محتاجه تحس ان مامتها شايفاها وان هي حلوه في عين مامتها اللي هي بالنسبه لها العالم كله في الوقت ده. وبتشوف ده في حاله الغيره بين الاطفال. اول ما يجي مولود جديد تلاقي المولود اللي اكبر منه شويه بيغير منه عشان اخد مكانه، عشان اخد جزء من الاهتمام اللي كان ليه كله لوحده. يعني امي كانت تقول لي اول ما اختك الصغيره اتولدت طبيعي يعني هي كانت تهتم بيها اكتر مني شويه عشان هي لسه صغيره ومحتاجه يعني، فكانت تبقى شايلاها، فكنت اقول لها ارميها وشيليني كاين سادي. او طفل طول النهار بيعيط وما يسكتش الا لما حد يشيله. او مثلا ام ماسكه التليفون ومركزه فيه فتلاقي الطفل قام طالع متشعبط في رقبتها، ولو ما اتفعلتش معاه يروح مخربشها او شدت شعرها. المهم يعمل اي حاجه عشان يلفت نظر اللي حواليه ويتشاف وبس. مام 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 مامي 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 ماما 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 ما 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 مام 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 مامي مامي ماما 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 هاي. او ممكن كمان تلاقيه بيعمل حاجه غلط وهو عارف ان هي غلط. ومهم جدا نشبه الاحتياج ده عند الطفل عشان لو كبر وهو جعان شوفان ممكن يعمل اي حاجه عشان يتشاف. وعندنا امثله حيه كتير للي جعانين شوفان. افتح التيك توك كده يوصلهم الجوع ده لانهم يعملوا حاجات خارج المعتقدات والتقاليد. يعني هتلاقي واحده لابسه مش لابسه واقفه ترقص قدام الكاميرا عشان تتشاف. طب وانت بترقصي كده ما جاش في بالك ان ربنا شايفك؟ وتلاقي واحد تاني ديوس طالع مع مراته واقل حاجه باينه منها شعرها. طب انت ما تعرفش ان لا يدخل الجنه ديوث؟ والديوث ده اللي ما بيغيرش على اهل بيته، واللي طلع يستغل اعاقته عشان يتشاف، واللي طلع يهين نفسه ويحط على وشه الوان ويكسر بيض على دماغه، واللي طلع تشوي كباب في اوضه النوم عشان تكيدهم. مش عاوز اعرف هم مين ولا عاوز اعرفهم اصلا اللي هي عاوزه تكيدهم دول، بس السؤال اللي محيرني هو ايه اللي بيكيد في شوي الكباب في اوضه النوم؟ ولا غير بقى اللي طالع كل شويه يقول لك انا نمبر 1 ويصور في عربياته ومعجون السنان بتاعه، وكل ده عشان يتشاف. نرجع لسؤالنا تاني، ليه اعلان الشركه دي نجح في مصر بالصوره الكبيره دي؟ عشان في مصر السنين اللي فاتت كان صعب قوي انك تتشاف وصعب تتقدر على اللي بتعمله. اللي بيذاكر ويجتهد وياخد شهاده عشان في الاخر يكتشف ان ملهاش قيمه. واي انسان زي ما عرفنا محتاج يعيش في بيئه يحس فيها انه متشاف ومتقدر ومؤثر. وزي ما قال الكاتب ان واحده من تمارين الاحماء في السايكودراما، والسايكودراما ده واحده من طرق العلاج النفسي اللي بتجمع بين الدراما وعلم النفس. والنوع ده من العلاج بيساعد الشخص في تفريغ مشاعره وانفعالاته من خلال ادوار تمثيليه ليها علاقه بالمواقف اللي حصلت معاه في الماضي او اللي لسه هتحصل معاه، زي مثلا انه خايف من حاجه عاوز لسه يعملها وقاعد قلقان ومتوتر. فالسايكودراما بتساعد على تفريغ المشاعر دي بانك تمثل اللي هيحصل وتتخيل الشخص اللي هيحصل معاه الموقف وتقول كل اللي انت عاوز تقوله وتفرغ كل اللي جواك من قلق وتوتر. زي مثلا لو انت رايح مقابله شغل جديده او رايح تواجه شخص بحاجه. واحده من تمارين السايكودراما دي بقى هو تمرين الاسامي ده، وفكرته ان واحد من المجموعه يقول اسمه وباقي المجموعه تردد الاسم وراه بصوت عالي. ومش ممكن تتخيلوا كل واحد كان بيسمع اسمه وبيتردد بصوت عالي بيكون عامل ازاي، بيحس انه مبسوط ويحس انه مطمن وانه موجود. وكلها تعبيرات من اصل واحد، احساس انه متشاف.
وهو ده اللي عملته الشركة عشان الإعلان ينجح. كل واحد يلاقي اسمه موجود على إزازة، يحس إن الناس شايفاه وبتقدره وبتعمل له لايك على الفيس وصور وبوستات لمجرد اسم. بس الحكاية مش اسم، الحكاية في الاحتياج اللي ورا الاسم. وبعد ما عرفنا الاحتياج المهم والأساسي ده، نعمل إيه بقى؟ لا مش هينفع. بص عسلية، أول حاجة لازم تحسس الطرف التاني اللي أنت بتتعامل معاه، سواء والدك أو أخوك أو أختك أو صاحبك أو غيره، بإنه متشاف وله قيمة وتأثير، وإن وجوده مفرح ومبهج ومهم وجميل. يعني لو عمل لك خدمة مثلا اشكره عليها، تسلم إيدك والله على الأكلة دي، أنا عمري ما أكلت كده قبل كده. ولو كان زعلان خليك جنبه وواسيه، ولو ما بتعرفش تواسي حد خليك جنبه وطبطب عليه واحضنه وحسسه إن أنت معاه، وحسسه إن له قيمة وإن هو غالي عندك. ولو فرحان افرح معاه وشاركه فرحه، ولو وقع في مشكلة خليك جنبه وفكر معاه في حل وعيش معاه مشكلته، وقول له إنك بتحبه وبتفرح لما تكون معاه وبيوحشك لما يغيب عنك. وكل دي حاجات بسيطة جدا بس مهمة جدا في أي علاقة. وتاني حاجة بقى، لما تكون محتاج الاحتياج ده اطلبه بكل صراحة وكل وضوح، اطلبه بطلب مباشر. يعني مثلا لو واحدة قاعدة 4-5 ساعات في المطبخ عشان تعمل أكلة لجوزها هو بيحبها، بس هو أكل وخلص أكله وما قالهاش حتى شكرا، اطلبي منه وقولي له على فكرة أنا زعلت منك عشان أنا قعدت 4-5 ساعات في المطبخ عشان أعمل لك الأكل اللي أنت بتحبه وأنت كلت وحتى ما قلتليش شكرا، وأنت كده بتوصلني إحساس إنك مش مقدرني ولا مقدر تعب. أو واحد صاحبك كان طالب منك خدمة وأنت قعدت في حد نفسك وفي الآخر حتى ما قالكش شكرا ولا قالك أي حاجة وعادي يعني. والأمثلة كتير. الخلاصة إنك تطلب احتياجك ايا كان هو ايه، مش شرط الشوفان بس او التقدير، وسيبك بقى من شغل ما انت لو كنت بتهتم ده. وبس عسلية، وهنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تشوفنا بلايك، ولو استفدت ما توقفش المعلومة عندك، اعمل شير واكسب ثواب في نشر الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.